جزاء سنمار. هو مين سنمار ده وإيه اللي كان جزاؤه؟ تعال أقولك. الملك النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان عايز يبني قصر ملوش مثيل، وفعلا أمر بإحضار مهندس يبني ليه القصر ده. سنمار كان مهندس من بلاد الروم، وكان مشهور ساعتها بعبقريته ومهاراته الفريدة في النواحي المعمارية. بالفعل سنمار حضر وجاب البنايين والمساعدين علشان يبني للنعمان القصر الفريد اللي كان عايزه، اللي مفيش زيه على وجه الأرض. طبعا سنمار كان بيحلم بعطايا الملك بعد ما يخلص بناء القصر ده. المهم سنمار خلص بناء القصر وجه الملك النعمان يستلم القصر. بالفعل صعد الملك النعمان مع حاشيته ومعاهم سنمار بيسلموا القصر بكل تفاصيله. بعد ما صعدوا على سطح القصر، الملك النعمان عجبه القصر والمناظر الخلابة من فوق القصر، فقال: ما رأيت مثل هذا البناء من قبل، هو ده اللي أنا كنت بحلم بيه فعلا. سنمار يسكت؟ لا، قال للملك: في حجر في القصر ده لو اتشال من مكانه القصر كله يقع في دقيقة. الملك سأله: في حد غيرك يعرف مكان الحجر ده؟ رد سنمار بمنتهى السذاجة: لا يا مولاي، أنا الوحيد اللي أعرف السر ده. مش بس كده، ده قال للملك: لو أعرف إنك هتكافئني مكافأة قيمة كنت عملت أحسن من كده كمان. طبعا رد سنمار ده استفز الملك، لأنه ببساطة سنمار ممكن يبني أعظم من القصر ده. مش بس كده، ده يعرف يهد القصر ده بحجر واحد لو اتشال من مكانه. سنمار ما خلاش قدام النعمان حل تاني، أمر النعمان الجنود برمي سنمار من أعلى القصر، وده كان جزاء سنمار، أو ممكن تقول ده كان جزاء لسان سنمار اللي وداه في داهية.